هتيجي اقول لك على افضل تشكيله من الدوري المصري بعد انتهاء الجوله العاشره، وهنصعب التحدي شويه وهنختار 2 لعيبه من كل نادي. يعني مثلا هنختار 2 بس من النادي الاهلي، و2 كمان من نادي الزمالك، و2 كمان من بيراميدز. عادي ممكن تقلل العدد بس ما تزودش العدد على 2. قبل ما اقول لك على التشكيله الافضل في الدوري المصري ما تنساش بقى تصلي على النبي، وما تنساش كمان تعمل لايك ومتابعه عشان نفضل مع بعض على طول. اول حاجه هنبدا بيها هي حراسه المرمى. انا عاجبني قوي عامر بتاع غزل المحله. هتقول لي ليه يا عم سمير اخترت عامر؟ هقول لك عامر لحد الان عامل 7 كلين شيت، واخد 2 رجل المباراه ده، ومش بس كده مكسر الدنيا مع غزل المحله. هتقول لي غزل المحله بدافع، هقول لك ما بيلعب مع فرق برضه بيفتح خطوطه، وعامر مكسر الدنيا مع غزل المحله. ندخل بقى على الباك اليمين، مفيش غيره غير الشيبي اللي مستواه ثابت مع بيراميدز، مكسر الدنيا مع بيراميدز. هتقول لي طب ليه ما اخترتش محمد هاني عمل مستويات عالميه مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره. هقول لك محمد الشيبي مستواه ثابت مع بيراميدز وعليه شويه اوفرات تودي في داهيه. ندخل بقى على قلب الدفاع، اول واحد اختاره في قلب الدفاع هو الجزار بتاع البنك الاهلي. هتقول لي ليه ما اخترتش من النادي الاهلي؟ هقول لك لان النادي الاهلي الدفاع بتاعه متذبذب الايام دي، وكلنا شايفين الاهداف اللي بتدخل في النادي الاهلي، فانا فضلت اختار من النادي الاهلي 2 مهاجمين افضل من المدافعين. مين اللي هيبقى جنب الجزار؟ هيبقى حسام عبد المجيد. هتقول لي يا عم سمير ده حسام عبد المجيد اتفرج فرشه من حسين الشحات، مفيش عيل صغير يحصل فيه كده. اقول لك كلنا عارفين مستوى حسام عبد المجيد، عالمي، بيروح المنتخب في كل تجمع للمنتخب ومكسر الدنيا مع نادي الزمالك. ادخل على الباك الشمال، هتقول لي هتختار مين في الباك الشمال؟ هقول لك مفيش غيره بنتايك اللي مكسر الدنيا مع نادي الزمالك الصراحه. ندخل بقى على نص الملعب اللي خلاني احتار قوي، لان اخترت 2 من النادي الاهلي و2 من الزمالك بعيد عن نص الملعب، وكمان 2 من بيراميدز بعيد عن نص الملعب. فانا اول واحد اختاره في نص الملعب مفيش غيره محمود صابر لاعب زد. جنبه مين بقى؟ عمرو السوليه اللي متالق مع سيراميكا كليوباترا، وكلنا شفنا محمود صابر مستقبل منتخب مصر في نص الملعب. العب بمين قدامهم بقى؟ بدغموم، لان هلعب بطريقه 4-2-3-1، فدغموم هخليه صانع العاب، دغموم اللي مكسر الدنيا مع النادي المصري. ندخل بقى على الهافات، هلعب بهاف يمين مفيش غيره الحراق، مين هو؟ احمد سيد زيزو، وعلى الشمال تريزيجيه اللي مكسر الدنيا مع النادي الاهلي. وفي الهجوم هختار مين؟ مفيش غيره فيستون مايلي اللي مكسر الدنيا مع بيراميدز، فيستون مايلي اللي بيجيب لك هدف من ربع فرصه. وهي دي افضل تشكيله من الدوري المصري بعد انتهاء الجوله العاشره. ما تنساش بقى تعمل معايا التحدي، ولو عايز تعمل فيديو اعمل فيديو، ولو عايز تعمل دويتو برضو اعمل دويتو، ولو عايز تكتب في التعليقات التشكيله بتاعتك. انا مستني التشكيله بتاعتك وهشوفها واقول لك عليها حلوه ولا وحشه. بس كده، يلا سلام.